يا اخوي هذا مو قولنا احنا، ترى هذا قول العدنانيين بارك الله فيك. هذا قول ابن كثير القرشي، وقول ابن سعيد الأندلسي، وقول صاحب الأنباء والرواء ابن عبد البر ابن هنب بن قاصد، وقول أبو عبيد البكري صاحب المسالك والممالك الوائلي من ذرية ربيع الفرس بن نزار بن معد بن عدنان، قال العرب العاربة والعرب المتعربة. ترى هذا مو جاي تحاسبنا اليوم احنا 2024، ترى هذه نظريات تاريخية موجودة لها مئات السنين بارك الله فيك، ولها شهرة ولها امتداد، وهي موضوع ما هو موضوع نهاية الخلافة العباسية، بل هي أقدم من ذلك بمئات السنين. شكرا يا دكتور. يا أستاذ طارق بعدنك يا مشاري حبيبي، بس يا أستاذ طارق هو سألك قال لا يوجد لعرب عاربة ومستعربة في القرآن ولا في السنة. ممكن توضح كيف اهتدى علماء النسب في مسألة وجود عرب عاربة ومستعربة إما من أحاديث في البخاري أو في القرآن إذا أمكن؟ تبشر. أول شيء أنا أبي أخونا التميمي، ونعم والله بني تميم، لكن أنا بأسأل، ونعم بالجميع وكل دون عاني، لكن أنا بسأل سؤال. وتعلم العربية منهم، ماذا يقصد حبر الأمة بأن إسماعيل تعلم العربية منهم؟ ممكن تجاوبني؟ ماذا يقصد حبر الأمة رضي الله عنه وعن أباه في أثره عندما قال وتعلم العربية منهم؟ أنا أبيك تطلع وتفسر لنا قول حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أباه، وتعلم العربية منهم. أبيك تطلع تفضل منهم، هذول منهم طال عمرك، نبيك تعرف لنا، توضح لنا منهم وتفسر لنا وتبين العربية. إسماعيل يتكلم العربية وقد تعلم العربية منهم، هل يصح ذلك؟ طيب يا ريت بس آخر سؤال ونعطي المجال للجميع. إبراهيم عليه السلام ماذا كان أصله إذا تكرر فيما جاء في كتب الأنساب إذا تكرر؟ إبراهيم لم يتكلم العربية أبو الأنبياء، كان يتكلم السريانية، يتكلم السريانية. نعم. طيب بيض الله وجهك وخشمك يا دكتور كذا صدمت مستعر. صمت لو سمحت يا عبد الرحمن، لو سمحت يا أنا أرجع يا أبو ماجد. نبي نبسط البسيط. ماذا يقصد عبد الله بن عباس؟ ما هو طارق الغرس 2024، ولا هو أموننا على علي الكثيري، ولا على أخويا العارب الأخير، ولا مشاري. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أباه يقول وتعلم العربية منهم. تفضل يا أخونا الغالي العزيز التميمي يفسر لنا ماذا يقصد ابن عباس حبر الأمة في هذا القول. هذا كلام بسيط واضح. طيب اسمح لي لو سمحت صمت يا أخ بندر. الدكتور قبل ما تجي